طبعا في رمضان انت ملان، ما عندك جدول بعد التراويح صح؟ فشو سويت؟ اتصل برامج تتشكى. انت ما عندك شغل. هلو. بس لو تشوفوا لنا حل يعني، ان المكيف بارد عندنا في المسجد، خلاص صير قصر انت على المكيف، لازم يبغى يشكى على الامام وعام. شو فيك انت؟ والباب مشرع، كل اهال يدخلون زي اهال مو بنمل. بس تبغى تشكى على اي شيء؟ ما عرفنا لكم انتم. قابض خط التلفون يشكى بس. انا عارفه انت بس في صلاه التراويح ويشك يدق الامام من وراء في نص الصلاه يدقها، وعقب ما يخلصون سلام اوني صاصره في اذنيه. لو تقصرون في الصلاه يعني تقصر انت على كيفك على مزاجك. عقب يومين يله لو تطول في الصلاه يعني نبغى نخشع. انت شو تبغى؟ انت ما في شيء عيبنك. تعال صل وروح. لا، منو يقول بدقق في تفاصيل المكان ابغى الشكه؟ يا اخي هذا مطوع له مكانته له احترامه يعني. الحبيب في نص هذا يصير ورا وين ساوند سيستم يقصر على صوت المايك يطول على كيفه. انت شو؟ المسكين المطوع ما يبى يقول شيء عشان ما يجرح مشاعره، ما يبى لطفا فيه. لا الحبيب يدقه بعد عقب الصلاه. بس لو تطول شويه على صوت المايك، زي انت اللي مخربنا، انت اللي خربت. انت سائل عند ساوند سيستم شو زاير تسوي هناك؟ اخي انسان سلبي، كله سلبيات. والله العظيم انا عارفه النوعيه يعني. لو سمحت لو تخلون توزيع الوجبات في رمضان سلس جدا. يقول لك سلس عشان يراويك انه هو مشتكي مثقف يعني. لا توزعون على مواتر فور ويل، صالون اسهل يعني. فور ويل شويه تعب يعني. فجزاكم الله الف خير. ليش قلت جزاكم الله الف خير؟ شرشحتنا ما خليت فينا شيء. ها نفس اللي يسبك يا ريال شو مسوي بشعرك انت، مسبل في عمرك، مسوي عمرك سبال. جزاك الله الف خير. ليش قلت جزاك الله الف خير؟ لازم كل مشتكي يعلق يعني. لو توزعون ال الوجبات انه يلبسون كفرات بدال الخضر ازرق، مرحب جدا يعني. تحس انه مرحب. وارجو انكم تركزون على هذه النقاط. اي نقاط يا عمي؟ فاضيلكم اصلا شالين التلفون وندموا ليش شلوا التلفون اصلا. صك التلفون. لو توزعون في البوكس دبتين ماي و4 خبز احسن يعني. يا ربي سلبي. جماعه انا اسير الجيم بدون ما اذيكم، انا اقول لكم انا اسير الجيم. المهم فانا الحين في فتره ضخامه يعني، ابغى ازيد وزني. الحين حاليا انا ابغى ازيد وزني، فقاعد ازيد وزني وقاعد احاول ان من غير ما ازيد وزني بدهون. بس ما يستوي، لازم دهون في الموضوع يعني. جسمك بطنك ما ادري شو لازم يكون في دهون. فالمهم انا صرت عياده والله العظيم جماعه، عندهم جهاز يحطونه على بطنك، مو بهذاك اللي تك 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 مع المعلاي، لا جهاز يحطونه على بطنك يشل الدهون ويزيدك عضل، ويشيل منك الدهون ويزيدك عضل. طبعا لازم ما تكون وايد متين دب يعني انه فيك دهون، فيك خواصر، فيك شيء يعني طايح. ولقيت نتيجه من جلسه واحده يعني. ما بقول لكم 6 باك، بس والله حسيت انه في فرق بسيط يعني. لو اكمل عليه شهر بتطلع نتائج رهيبه. بحط لكم الدعايه، بس جد هاي عن تجربه. انا قلت لهم ما بحطه الا اذا جربت ولقيت النتيجه بسيطه من اول جلسه. بديت واسال عن ابو توني حاطن زين اكمل جلسه. هاي تشوفون خصرك اول شيء كبره، هاي تشوفون الخصر شمتنا، هاي تشوفون بطنك شمتنا، بعدين يقيمون. لا يبى يعرض سعر خصره من الحين كم بيشلون. ايش داره؟ بس هو يبدا من 1500 درهم حق 5 جلسات ولا 6 جلسات. بحط لكم الدعايه، اصبروا بس يا قصه الدعايه بحط لكم اياها. بس والله انا اقول لكم انا كذاب وايد بس في هالشيء. من احسن الاجهزه اللي استخدمتها صدق. تبغى جسم حق الصيف او تبين جسم حق الصيف، انصحكم بهالجهاز. لا جيم ولا شيء يعني، سير الجيم اقصد، بس ان هالجهاز ينحت الجسم كامل. انا جلسه واحده وياسه اتفلسف شي. لو شهر شو بسوي؟ يمكن اصك السناب مالي.